السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، أهلا وسهلا. وردا على بعض الانتقادات فيما يخص الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان سي إدريس أوغريس، كنشكروه على المجهودات الجبارة اللي قام بها بشهادة مواقع التواصل والخارجات ديالو كل له والأخت سميرة. الله يخليكم، يعني اصحاب القنوات ما تبقاوش تتكلموا من فراغ وتظلموا الناس. سي إدريس أوغريس ما شاهدناه يعني على مواقع التواصل، وكنا متابعين قضية الملقبة هويام ستار. حاول هو والأستاذة سميرة يتصلوا بها يعني لإصلاح ما يمكن إصلاحه باش نقدوا هذوك الوليدات. السيدة راسها قساح، ما كتقبلش النصيحة، ما تقبلاتش التغيير، ما تقبلاتش يعني كتهددهم بعدم الاقتراب. هذه هي الحقيقة، بغينا ولا كرهنا هي كتشهد بعظمة لسانها على مواقع التواصل. إذن وثاني ثاني حاجه يعني اللي كفانا مغالطات ويعني توجيه اصابع الاتهام لبعض الاشخاص انهم عاملين حتى شي حاجه. هما قاموا بالواجب، يعني من شافوا ان الامور تأزمات ويعني والخطر، يعني ديك السيده ولات كتشكل خطر على وليداتها وعلى المجتمع، يعني راهم قاموا بالمهمه والواجب، وهو إبلاغ السلطات. إنهم لو أنهم ما بلغوش الإخوة الكرام، نتوما هاد صحاب القنوات ما كنتوش غتعاتقوا مع الأخت سميرة ولا السيدريس يعني أوغريس. غادي تقولوا وغادي تخرجوا وغادي تنتقدوهم وتقولوا علاش ما بلغوش، لأنهم لو بلغوا كانوا يتنقدوا هذوك الوليدات. يعني غادي يكون النقد ديال الخرجات ديالكم اللي كنشوفوها اليوم. لهذا الله يخليكم ما تبقاوش تضغطوا على بعض الاشخاص. ان الناس راهم عارفين اشنو كيعملوا وعارفين المواد وعارفين الفصول، وكتبقى المهام ديالهم يعني. وبالنسبه لهم هما ما كيسجنوا، ما كيعطيو صراح، هما قاموا بالتبليغ. والنيابه العامه كيف ما كنقولوا توجور، يعني إذا شكت تابعت، وإذا تابعت اعتقلت. يعني وحتى النيابة العامة راه ما كتظلم حتى شي حد وما كتوصلش انها كتقبض الناس. وحتى بالنسبه للفرقه الوطنيه فاش انها خداتها يعني ووضعتها رهن الحراسه النظريه، راه ماشي وصلات وهن قبطاتها. هما اللي كتبقى المهام ديالهم عارفين اشنو كيعملوا، يعني في اطار قانوني. سيده يعني لقاو عندها يعني السيده اعتقلت عفوا بأن تبتات في حقها مجموعه ديال التهم المنسوبه اليها. هذه حقيقه، ما نبقاوش الله يخليكم نضرقوا الشمس بالغربال وهي كتشهد على نفسها وهي كتقول النيابه العامه واجهي خذوني، وكتشوفوها سبت هيئه القضاء، سبت المحامون، سبت جلاله الملك. يعني عرفتي شنو هو الضرب في رموز المملكه؟ سبت الديانات، سبت الشعوب، سبت المواطنين، سبت ما خلات حتى شي مواطن، تلعبت بمنشورات المواطنين، اللي نزل شي منشور كتنزل عليه. يعني الله يخليكم ما تبقاوش تقولوا باننا لسنا في دوله الحق والقانون وان الحق ظلم القانون ما ظلم حتى شي حاجه. مع كامل تحيه لهيئه القضاء للوكيل العام لجلاله الملك. الله يخليكم، يعني احنا كمواطنين رحنا راقبنا وشفنا اشنو واقع. الله يخليكم، لو ان شفنا ان القانون ظلمها يعني كنا غادي ندخلوا حتى حنا ونوجهوا لي ميساج ديالنا ونقولوا ديك السيده ظلمتوها. ولكن ديك السيده اصلا ظالمه راسها، ما ظلمها حتى شي حد. هي باغا السجن، هي باغا الاعتقال، وهما تيقولوا لها سيري في حالك، عطينا الوقار، راه ما بغيناش نعتقلوك. وخلاوها جلاله الملك الله يشافيه ويعافيه ولا جهاز الامن فاش كانت كتسب فيه وما نعطوهاش بواحد الالتفاته. يعني خلاوها بين 4 ديال الحيوط لعل زعما تصلاح. وهذه السيده غير ما زادت فيه. السيده الاخوه الكرام الله يخليكم، راه ما بغيناش نبقاو يعني السيده علاش كتعمل هادشي كله؟
يعني منين جات هاد الجرأة، منين جات هاد الشجاعة؟ الله يخليكم ما تبقاوش تخلطوا شعبان مع رمضان وما تبقاوش تتكلموا من فراغ، الله يخليكم. والسيده كتصرح بمبالغ ماليه اللي لقاتها، المهم ما كيسوا ماشي سوقنا حنا، تكون خسراتها او صدقاتها او تحرقت ليها او لا يهمنا، المهم هذيك المبالغ يعني حصلات عليها، المقابل كتبقى يعني رحنا كنشوفوا ما يروج على مواقع التواصل. الله يخليكم. الوعود يعني ربما راه هي اليوم راه في المكان اللي خاصها نورمال، وهي اللي طلبات انها تكون فيه اليوم. لهذا اصحاب القنوات الله يخليكم، شنو الله يفرج عليها وما الله يفرج عليها اولادي، الله سبحانه وتعالى ولا القانون ولا المؤسسات ولا الاجهزه كلهم ولا المواطنين كلهم تيقولوا كانوا كيدعوا معها بالهدايه. وصحاب القنوات هما اللي طلعوها والداعمين هم اللي يعني شكون اللي طلعها الشعب المغربي كجاليه والكمواطنين يعني في الداخل، يعني كلشي وقف معاها، كله يعني كسبات التعاطف ديال المغاربه بدوك الوليدات. ومع ذلك عطاها الله سبحانه وتعالى واحد النعمه باش تعيش، ولكن هي اللي حولتها النقمه بايديها، وهي اللي مشات للسجن برجليها، وهي اللي دقات الابواب على القانون. لهذا الله يخليكم، علاش هذا الهجوم السي دريس اللي وصلها للسجن، السي دريس وصلها للسجن، السي دريس وصلها للسجن، الاخت سميره وصلتها للسجن. مشتوش نتوما داك الحاله النفسيه دابا كيمروا من هذوك الوليدات، هذاك التنمر اللي كيخضعوا ليه، مشتوش هذاك الوليد اللي 12 عام وهو مازال كيهز وليد صغير، وكنشوفوا كلشي على يعني الحاله اللي كان فيها على المباشر، يعني كتعمل لايف على المباشر بدون يعني بدون تخوف من القانون او هذا، ما مسوقاش نهائيا. هذاك الوليد لو ان ما نقداتوش السلطات اليوم فين غيكون، شنو المصير ديالو من بعد؟ المصير ديالو غيكبر اشنو قرايه والو، يخضع للتنمر ديال المجتمع. اش غيعطينا هاد الوليد؟ هذيك البنيه ملي غادي تولي تلقى التنمر مني كبرات، برومييرمون غير الحاله النفسانيه، واحد الازمه النفسانيه غادي تدخل نهار اللي تكبر، غادي تدخل تخرجها، هي غادي تنفرج في وجه المجتمع، هي غادي تولي يعني تلوم المجتمع وتلوم حتى بالنسبه للسي دروس اوريس ولا بالنسبه للاستاذ، نقول لهم علاش كنا في دوله الحق والقانون كنت دخلتو ودرتو لازم نقتوني انا والاخ ديالي او هذوك يعني ولا امير ولا. الله يخليكم، بالعكس راه هما داروا يعني واحد داروا اللازم والواجب انهم حتى هذاك الزوج ديالها ربما نقضوه من يعني من السعايه انه غادي يخرج، وغادي يخرج واحد اخر وغيبقاش بارد الكتاف، وانما غادي يمشي بحاله بحال الراجل مهما كان كيبقى راجل. لو انه كان امراه يعني ما كانش غادي يتلام، كيبقى امراه عنصر نسوي، ولكن عنصر ذكوري واب وغادي كيولد ومازال كيولد يعني وكيمشي لهذيك الطريق، يعني هادشي ما كيتقبلوش المجتمع. الله يخليكم، بالعكس هذاك الشخص خصو يشكر السي دريس ولا الاخت سميره. علاش؟ لانهم غادي ينقدوه، لانه غيوجهوا لي غادي ينيروا للطريق الايجابي، لانهم مواقع التواصل راه مش مديماش، واحد النهار غادي تقطع. الله يخليكم. وبالنسبه للاخت هويا ما ظلمها حتى شي حد، هويا يعني وراءها المصائب والكوارث. الاخوه المواطنين ما تبقاوش تحكروا بزاف، لان راه ما كنتكلموش من فراغ. لهذا الله يخليكم راه ما ظلمها حتى شي حد، بقدر ما هي دقات الابواب وظلمات جميع المواطنين، الشعب باكمله، ودقات الابواب على المؤسسات وعلى الاجهزه. اما بالنسبه كتقول الازواج ديالها ما تبقاوش تكلموا من فراغ. الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم، باش انكم تطلعوا تبحثوا على لادسنس وعلى المشاهده وعلى بالنسبه للاموال راه تسلموها الاباء ديالهم، لان الابناء ديالهم يعني قاصرين، خاص ولي الامر يتكلف بهذوك الاموال، يعني انها تنزل في لابونك او هذه، يعني خاص الاب يسيني لان هم الاولى، لان يبقاو الاباء ديالهم. الله يخليكم، ما تبقاوش تدرقوا الشمس بالغربال، وما تبقاوش تحاولوا الواحد تقلبوا على الواحد الشخص يعني على الفجوه باش انكم تبرئوه وهو نورمالمون، يعني لان جميع المواطنين راه كيطالبوا بالمزيد. بالعكس يعني ان القضاء يعني راه كان رحيم ورحيم ورحيم بهذه السيده هذه، لان ما عملته يعني اليوم نتوما ما باغينهاش تشوفوا ان في السجن. انا كنتكلم على الفئه القله القليل اللي كتدافع عليها، اما الشعب راه كله فرح بالاعتقال ديالها.
وكان يعني كيتسنى ينتظر المزيد من عقوبة مشددة أكثر وصارمة. لهذا الله يخليكم، أن السيدة أساءت لشعب بأكمله، أما لا يرحم لن يرحم. الله يخليكم. واللي مشى للنار بيديه وبرجليه، يعني راه هو اللي ظلم نفسه وما ظلمو حتى شي حاجة، والقانون راه ما كيظلم حتى شي حد.